نعم. كيف نسميهم اخوان؟ هذول ما هم اخوان، هذول لا والله ما نسميهم اخوان، انا ما اسميهم اخوان، ولا مجاملة في الدين، لا مجاملة على حساب عرض النبي وعرض الصحابة وسب الصحابة ولعن الصحابة، لا نجامل. هذا حب الصحابة وحب أهل البيت من الإيمان، وبغضهم من الكفر والنفاق. الله يهدي الشيعة الاثنى عشرية. معنا وفاء من العراق. نعم، أنا وفاء من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أنا شيعية. أهلا وسهلا بك. الله يخليك. طبعا أنا ما أقبل على اللي البارحة شفته واليوم شفته من هؤلاء المعممين. والله يا أخي من البارحة أنا اليوم ما نايمة. قلبي منفطر من القهر اللي شفته يحسون على فاطمة الزهراء وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا ما أعتقد الشيعة بالعراق كلهم ساكتين وكلهم قابلين على اللي يعني شفناه وسمعناه من البارحة. نعم. طيب أخت وفاء، أنا عايز أسألك على سؤال. نعم. أخت وفاء، الآن لماذا لم نجد أصوات من الشيعة يعترضون على هذا الرجل الذي طعن في شرف الزهراء وشرف النبي؟ معلش يعني أنت الآن، أنا سعيد جدا بهذه المكالمة صراحة يعني، وسعيد بأي مكالمة هتجيني من شيعي أو شيعية يدافعون فيها عن شرف فاطمة عليها السلام. فاطمة الزهراء هذه التي كانت تستحي في الحياة حياء في الحياة وبعد الممات، زي ما ذكر الأخ أبو عمر، يعني لا ترضى أن تكفن على هذه الخشبة المسطحة خوفا من أن ينكشف شكل جسمها رغم أنها موطأة. أخي بارك الله بك يا أخي طارق، والله العظيم هذا مجوسي يعني. نعم. شنو بس احنا نريد نعرف شلون. نعم. احنا يعني هذا مجوسي، شو اريد اقول به؟ مجوسي حقير. يعني اذا هو عنده نص كرامه واذا هو صدق يحب آل البيت خليه يطلع على التلفزيون يقول اني هذه روايه، مثل ما قال الاخ دول بعض الاخوان اتصلوا وقالوا خلي يقول هاي روايه وانا كنت اضحك على الراوي، ما كنت اضحك على الرسول. حتى لو يضحك على الراوي اخت وفاء انتبه معايا لحظه واحده. انا عشان اضحك على راوي اجيب امر في استهزاء بشرف فاطمه واقول انا كنت بضحك على راوي؟ لا. الان انا مثلا اجي للرسام الدنماركي كان راسم كاريكاتير، نعم. اضحك وانا بشوف ان هو اقول انا كنت بضحك على الرسام الدنماركي اللي اساء للرسول. هذا لا والله انا سعيد جدا. هذه في صلب العقيده، هؤلاء اهل البيت وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، من استهزأ به كافر. يا اخت وفاء، اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديك. وانت قلت هذا مجوسي بالفعل. هؤلاء لوثوا التشيع يا اخت وفاء. معايا انت في النقطه دي ولا لا؟ هؤلاء لوثوا التشيع التشيع اللي هو بمفهوم حب اهل البيت اللي موجود عند المسلمين كلهم، هؤلاء لوثوه طعن في عرض النبي. والله هم هذول جاي يبثون بالشيعة. يعني هي مشكلة الشيعة انه ما يطلعون، يعني ما يديرون. يعني ارجو من الشيعة الاخوان الشيعة انه شوية يباعون على بعض القنوات السنية اللي منها الحكمة والرحمة، وقنواتك السنية يعني خيرة، بس شوية يطلعوا لها ويباوعون الحكي الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يباوعون عن تفسير القرآن، يباوعون عن يعني هواي أشياء. نعم يطلعوا بالفعل. معظمهم مش غير مطلع وما بيشغلهمش غير راح فين، راح الغصنية والله السيد يقول، بدون اطلاع وبدون علم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكي. ان شاء الله معانا ايهاب من العراق. وبس قبل ما اختم البرنامج انا احب اشكر الاستاذة وفاء، الشيعية الاثنى عشرية الوحيدة التي اتصلت من الشيعة. استاذ ايهاب السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وطي التلفزيون لو سمحت، خفض صوت التلفزيون. يا ابن العراق ويا انا شيعي. تفضل يا استاذ ايهاب، تفضل، اهلا وسهلا بك. يا اخي لا تحاولوا تضربون الشيعة جميعا. الشيعة بالعراق ناس طيبة. والله لا نضربهم جميعا، احنا عايزين نسمع اصواتك. انتصر هذول الشيعة اللي بإيران. هذول الشيعة اللي بإيران دول مجوس يا اخي. مجوس ها؟ هذول الشيعة بإيران مجوس. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول. نعم عليه الصلاة والسلام. يقول لاح ان قلب اعجمي على عربي خطوة رب الكعبة. انا لم اسمع.
إيه رأيك في الفيديو اللي هذا شفته؟ الإساءة ما أستاذ نقبل، علاء. احنا الشيعة ما نقبل العراق الإساءة. استاذ ايهاب بعد اذن حضرتك بس عشان وقت البرنامج، هل الفيديو اللي انت شفته فيه اساءة لشرف فاطمة ام لا؟ نعم كلها إساءة هذا. في اساءة هذا إساءة للنبي ما ام نقبل، لا؟ احنا الشيعة ما نقبل يا أخي. هل في إحنا اساءة ما نقبل. للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ام لا؟ نعم. بس انا احب ان اختم البرنامج بهذا الشيعي الشجاع الاستاذ ايهاب، وقبل منه الاستاذة وفاء، هذه الشيعية الشجاعة التي صراحة اسعدتنا بهذه المكالمة، ونشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.